عن الست بدرية طلبة اللي بتقول احنا اسياد البلد. احنا اسياد البلد، احنا السفرة بره، احنا اللي بنمثل بلدنا. معلش انت كده مش عارفه حاجه، بتعملي كده تفكك داخلي، دي تميز، انتوا متسلطين علينا ولا ايه؟ قدمتوا لنا ايه عشان تقولوا احنا اسياد البلد؟ تعلمونا من زمان من علمني حرفا صرت له عبدا، انتوا بقى علمتونا ايه عشان تبقوا اسيادنا؟ بل بالعكس، اللي قدمتوه ده ما فادناش بل ضرنا. أفكرك بس بحاجة بسيطة من سيد الخلق شفيع الأمة خاتم النبيين والرسل صلى الله عليه وسلم. في حديث قال صلى الله عليه وسلم: أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيد بمكة. ده بيوضح لنا إيه؟ ده بيوضح لنا التواضع. افتكري كده قبل الشهرة بتاعتك كنت عاملة إزاي؟ والأيام دول افتكري كده كويس. حديث تاني بيقول، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. رواه مسلم. النبي عليه السلام بيعلمنا التواضع. التواضع ما ذكر لناش الدنيا، ذكر لنا الآخرة. انت بتفتخر بنفسك، خلينا بعيد عننا، خليك في الساحل في التجمع وسيبك مننا خالص، مالكيش دعوة بينا، خليك يا ستي مع سياد البلد، احنا راضيين بحالنا الحمد لله، بس اللي يجي على كرامتنا ناكله. ختاما بقول لأي حد يتطاول علم منه، انت كده فقدت عقلك. بقول له حاجة، انا ما شفتش حد بيتطاول على حد اللي منه، اللي بس دايما اللي بندوس بس على الغلبان والفقير. ده للأسف من طبيعة البشر، من نفس البشرية الأمارة بالسوء. بقول للوسي، انت كنت تقدر تعمل اللي عملته ده مع حد رتبة في الجيش، ولا في مكانة اجتماعية عالية في المجتمع، ولا واحدة حتى من الساحل؟ من غير تفكير طبعا استحالة لو كنت هتعمل كده، عشان كان هيديك على دماغك. حاجة أخيرة لنا كلنا، ليه بنشطر على بعضنا وندوس على بعض؟ ليه؟ وسايبين المخططات شغالة علينا على ودنه؟ ليه؟ الكل شايف هو مرمى ومسمع العالم كله. يا ريت نفوق من الغيبوبة اللي احنا فيها ديت، يا ريت نتطاول على اللي بره اللي ضدنا مش اللي مننا. في الختام، لو انا فدتكم بحاجة ولو بسيطة، اعمل لي لايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.